اسوأ ما في هزيمه امبارح ان احنا بنلعب الشوط الثاني وباداء مش بتاعنا. احنا كنا مستنيين الاهلي ينزل الشوط الثاني يصالح كل الجمهور اللي كان حاضر واللي جاي من مناطق بعيده جدا وقطع مسافات كبيره جدا، ان انت تنزل الشوط الثاني تمسك اتحاد العاصمه في اما وجعك تضرب. اتحاد العاصمه ما بيبقاش ملاحق يقفل الجبهه اليمين ولا يقفل الجبهه الشمال، لكن احنا نزلنا الشوط الثاني بنلعب اداء مش بتاعنا. اول مره نشوف لعيبه الاهلي بتلعب كرات طوليه، لا وعم كولر كمان يعني من كتر الحيره بتاعته يعني ما احناش قادرين ناخد الكرات الطوليه ديت، اما طلع محمد عبد المنعم عشان ياخد الكرات الطوليه ديت. فبنلعب انت مستغرب فين الاداء ده؟ انت اتحسب لك 10 دقائق وقت بدل ضايع. بصراحه كل الموجود في الجمهور هنجيب جون، بس انت شايف الاداء يعني مش تجزم ان انت هتجيب جون. انت الشوط الاول قاعد تقول لا خلاص قربت هتجيب جون، بغض النظر عن التحكيم لغالك هدف وانت كان جالك ضربه جزاء وبرضه الحكم ما حسبهاش وبدقائق معدوده حسب اختها، ويعني اقل منها حده في منطقتك. لكن احنا متعودين كده، الاتحاد الافريقي دايما ما بيشوف الاهلي واخد بطولات كتير ومسيطر على الساحه الافريقيه ومرازعه، يعني يرجع لك عرجون قديم. فانت يعني امبارح بتشوف الاداء الشوط الثاني يعني ما يخلكش مبسوط من اداء الاهلي، من لعيبه الاهلي. تقول كل حاجه عليها، تقول اللعيبه دي شبعت، اللعيبه ديت كانت مغروره امبارح، ناس ده بتقول احنا هنكسب. لكن احنا فعلا امبارح كنا عندنا كل العبر ديت، يعني احنا لعيبه الاهلي ما عندهاش قتال الشوط الثاني. انت مستني الشوط الاول الثاني ينزل هنجيب جون اول 10 دقائق لعيبه الاهلي باداء احسن. انت بتطلع نجم زي رضا سليم وبتنزل بيرسي تاو، لكن الاداء هو بل بالعكس بقى سيء، ما بقناش بنلعب كره على الارض. ف انت رغم الصفقات الجديده والاداء ومعسكر حلو في النمسا يعني بص النادي مروق اللعيبه ويعني مخليك يعني كل حاجه متوفره لك، لكن الاداء ده يحصل امبارح في ظل الجمهور اللي كان بيساندك من مناطق مختلفه وبيوريك قد ايه حبه اللي كان عايز يفرح امبارح، فانت تعكنن عليه. فده بصراحه حاجه غير مقبوله جدا من لعيبه الاهلي. زي ما بنقول الاداء بتاع امبارح الشوط الثاني ده مش ادائنا، ده مش اللي احنا متعودين ان احنا نشوفه في لعيبه الاهلي. بمستوى القتال اللي احنا كنا بنشوفه معدوم خالص، مستوى ان انت ما انتش عايز تجيب جون بقى بتحسب لك 10 دقائق وما انتش قادر. سيبك من الحكم، اللعيبه كانت بتمسك ركابها والحكم يعني يدلكها في الملعب ويجيب لهم العربيه لحد عندهم ويستنى عليهم، وفي اخر المباراه فاكر لسه يدي انذار لحارس المرمى. فالحكم دي معادله احنا عارفينها دايما في افريقيا وحافظينها، فاحنا ما نلومش نفسنا عليها. لكن ادائك امبارح ما كانش انت متعود عليه. انت مستني لعيبه الاهلي امبارح تمسك اتحاد العاصمه في الشوط الثاني تخسره، تفرح الجمهور، تسعدك ببطوله قاريه فقدتها امبارح في رصيدك. كمان دفعه حلوه في بدايه الموسم ان انت يعني تبقى موجود على منصات التتويج. ساعه ما المباراه خلصت الواحد قفل المباراه مش عايز يشوف مركز تاني، مركز تاني نعمل بيه ايه؟ ده احنا لو جبنا الزمالك امبارح يلعب باداء هيبقى احسن من كده. ما بالك انت عندك النجوم دي كلها امبارح ما انتش قادر تجيب جون، والشوط الثاني كله ما فيش فرص خطيره. فبالامانه الشديده كولر زي ما قال ان هو ليه تدخل عنيف مع اللعيبه، احنا كمان لينا كجمهور تدخل عنيف مع اللعيبه. ما كنتش هتلعب بروح وقتاليه في الملعب محدش هيرحمك، محدش هيسمع عليك. جمهور الاهلي دايما موجود على منصات التتويج، انت تخسر المباراه بس قدمت ما عليك الجمهور هيسقف لك ويقول لك النهارده مش حاسم يعني مش توفيق. لكن امبارح احنا بنخسر بايدينا، بنضيع البطوله بايدينا، بنلعب كوره طوليه مش بتاعتنا خالص. احنا وصلنا لدرجه ان احنا نطلع محمد عبد المنعم قدام عشان ياخد الكرات الطوليه. فين مهاجمين الاهلي؟ فين لعيبه الاهلي اللي المفروض تاخد الكره وتمشيها؟ ما نفقدش الكره، بل بالعكس احنا كنا بنفقد كره امبارح يعني بسهوله جدا، بسهوله جدا، ومضيع رتم المباراه من ايدينا. وفي نفس الوقت لعبتنا مش مركزه، بتروح ناحيه الجون يعني خلاص انت قريب لاعب بيباص الكوره يعني او كمان بيوقف الكوره اللي بعدها بقى الكوره بتبعد، فبالتالي بتفقد خطوره الهجمه. فللامانه امبارح اللي احنا شفناه في الملعب مش ما يتكررش، ما يتكررش. انت لازم تصالح الجمهور ده في مباراه المصري في بدايه الدوري. تاكل 3 4 لمصر اقل حاجه، جبت 5 اللهم بارك، جبت 6 اللهم صل على النبي، 7 ده التارجت اللي احنا عايزينه طول الموسم باللعيبه والنجوم والصفوف اللي عندك دي كلها. انت تنزل المباراه ما انتش ملاحق، الجبهه اليمين يقفلوها تروح على الجبهه الشمال، من يعني الفريق اللي يلعبك ينام في الملعب، تفشخه في الملعب، يعني تاكله كوره. انت عندك نجوم. فللامانه لا، في شغل كتير لازم يتعمل. الاداره ما تتهاونش، الجهاز الاداري كمان او الجهاز الفني يكون لهم دور اقوى من كده، والتدخل يكون عنيف مع اللعيبه. اللعيبه اللي مش هيقاتل في الملعب سلموا للجمهور، والجمهور هيفوقه، والجمهور هيخليه يتظبط. فان احنا نشوف الاداء في الملعب ده امبارح ما يتكررش، ما مش عايزين نشوفه. مباراه للنسيان، بس كانت فوائدها حلوه جدا في بدايه الموسم. حاله الغرور والتشبع اللي عند اللعيبه ان كانت هتبقى موجوده في الموسم ده لا مش عايزينه. ده احنا الموسم ده عندنا كاس عالم طموحنا فيه عالي وعايزين نوصل لاعلى
يعني ابعد نقطه فيه. فباداء امبارح مش هنوصل باداء امبارح. يعني احنا ممكن نتغلب من اتحاد جده، وده عمر الجمهور هيرفضه. يعني انت ما فيش، انت لازم يعني تبقى فارض سيطرتك عربيا وافريقيا وكل حاجه. ودي مباراه ما ينفعش تخسر فيها، بل بالعكس تضيع لك جهد سنين طويل انت كنت بتشتغل عليه، وجمهورك كمان معنويا مش عايز يخسر الحته دي. فاداء امبارح خلاص صفحه واتقفلت. بس اللعيبه تصالحك، اللعيبه تفوق، اللعيبه تعرف ان الموسم ده موسم طويل، وان انت عايز توصل فيه كمان لمرحله الكمال، وانت ما تخسرش فيه بطولات. كفايه البطوله اللي احنا خسرناها في بدايه الموسم وما كناش موجودين امبارح على منصات التتويج، والواحد قفل التلفزيون من الغمه اللي هو شافها، وخلاص خسرنا وخلاص وضاعت خلاص مباراه نسيناها. بس احنا كنا زعلانين ان مفيش قتال في الملعب، ما كانش فيه روح في الملعب. مش ده ادائنا الشوط الثاني اللي احنا نلعبه ونخسر بالطريقه ديت. مش ده الفريق اللي يجي يكسبك ويضيع منك وقت كتير جدا، وانت في يعني بتضيع الفرص، وانت ما انتش قادر تخلق فرص، ويعني وبتسيرهم في اداء المباراه. فانا اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الفريق ده يصالحنا، واللاعيبه تصالحنا، الجهاز الاداري يكون ليه شغل اكتر من كده. كابتن خالد بيبو يفوق اللعيبه شويه، يكون اداؤه على الدكه يعني حلو. انت شايف الحكم بيلغي لك هدف وما فيش، قاعد على الكرسي. بعدها ضربه جزاء ما بتتحسبش، وبتشدش على الفار اللي واقف، او بتشد على الحكم المساعد. اعمل قلق، اعمل اي دوشه. الله يمسيه كابتن كابتن سالم عبد الحفيظ. فنرجع ونقول الجهاز برضه الفني عمل لك معسكر حلو، توفر لك كل حاجه. فالاداء بتاع امبارح يعني ما مش عايزين نشوفه. اداء امبارح ده ما يتكررش. لعيبه الاهلي تكون اشرس من كده، لعيبه الاهلي يعني يكون افضل من كده. امبارح احنا بننزل نجم وبنطلع نجم، الاداء ما بيختلفش، بل بالعكس الاداء بيسوء. فعم كولر يعني يكون تدخله يعني افضل من كده، والتغييرات تكون بدري عن كده، واللاعب اللي مش موجود في حالته طلعه على طول، عشان اللاعب يعرف ان هو مؤثر في المباراه. ما تسيبوش لحد ما الوقت بيضيع مننا وان احنا مش قادرين ان احنا نرجع في المباراه. بصراحه عندنا بطولات كتير جدا السنه دي، خسرنا منها واحده بسهوله جدا. يعني نتمنى ان شاء الله ان هي ما تتكررش. عندنا بطوله الدوري لازم نركز فيها، في خاصه الحاجات اللي هي بتبقى في البدايه دي بتعطي رساله لاي حد. امبارح اي فريق خلاص هيحفظ يقفل لك الجناب ويلعب لك على المرتدات، ودي الطريقه اللي هنشوفها في مباريات كتير جدا. فنتمنى ان احنا نستوعب الدرس كويس جدا، لعبتنا تخلص المباراه في اول شوط، لعبتنا تكون اشرس من كده، لعبتنا افضل. انت عندك تيم، ده انت عندك تدعيمات واضافات ما حصلتش قبل كده في عندك في الفريق. فالدكه بتاعتك قويه تغير اي نتيجه مباراه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا في الدوري يعني نحسمه بدري. عندنا بطولات كتير جدا، وعندنا توقفات كتيره جدا دوليه، فاحنا هنعاني السنه دي. لكن ما كناش لعبتنا هتحافظ على ادائها الرجولي وتلعب بقتاليه، جمهور مش هيرحم حد السنه دي، جمهور مش هيرحم حد. اخسر بس بتكون بتقدم ما عليك في الملعب، ما بتبخلش بنقطه عرق. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الاهلي يحسم بطوله جميع البطولات بدري. الاهلي ما يرحمش اي فريق هيقابله، ده اللي الجمهور عايزه.